طيب ازيكم يا جماعه؟ بما ان انا لسه ما خرجتش من فيز مايكل والموضوع عدى عليه اكتر من اسبوعين، بقى مقلق شويه لان الحاله بقت صعبه. فحبيت النهارده اجي اشارك ال 60 بني ادم بيتفرجوا عليا بشكل دوري عن نوع موسيقى انا بحبها شخصيا، وحبيت اشارك بالمعلومات اللي انا جمعتها. طيب انا ليه بحب الجاز؟ بس انا مش بحب الجاز بالدرجه بتاعه سيباستيان في فيلم لا لا لاند اللي هو مهووس بيه بشكل كبير. بس النوع ده من الفن ملوش نوتة، ملوش ايقاع محدد، بيبقى 3/4 قائم على الارتجال، ودي احلى حاجه فيه. الجاز بدأ في اواخر القرن 19 مع بدايه القرن العشرين في مدينه اسمها نيو اورليانز. اتمنى ان انا اكون قلت اسمها صح. وانا لما قريت اسم المدينه دي حسيت ان انا سمعت الاسم ده في حته. اتاريني كان في اغنيه لباند اسمهم The Animals، مش فاكره كان اسمها The Rising Sun تقريبا، كانوا بيقولوا فيها There is a house in New Orleans. فموسيقى الجاز تقدر تقول انها طلعت من المدينه دي، وكل المؤرخين بيقولوا ان هي كانت مهد لموسيقى الجاز. موسيقى الجاز طالعه من الافرو امريكانز اللي هم الافارقه اللي عايشين في امريكا، وفي الوقت ده المدينه دي كانت فيها ثقافات كتير مختلفه. كان فيها ناس من افريقيا، كان فيها لاتنز او ناس من امريكا اللاتينيه، كان فيها فرنساويين، فكان في ميكس ثقافات قوي في الزون دي وقتها. فالميكس بتاع الثقافات دي والمزيكا بتاعتهم اللي من دول مختلفه خلقت حاجه اسمها جاز. جزء كبير قوي من الجاز البلوز، مزيكا اسمها البلوز. البلوز دي عباره عن مزيكا بتحكي عن الفقد والعنصريه والاضطهاد واي حاجه كان المجتمع الافريقي وقتها بيعاني منه في امريكا. فاكر فيلم سينرز؟ كان في اغنيه فيه اسمها I lied to you، كان في جمله كده بيقول فيها yes I lied to you I love the blues. وانا مش هحاول احرق عشان ما شافش فيلم سينرز يشوفه، لان هو في نوع من المحاكاه للمزيكا دي بالذات البلوز. المهم يعني نوع المزيكا دي كانت روح للمقاومة الثقافية للمجتمع ده، وان هو ضد العبودية وضد الاضطهاد. فدي زي ما تقول كانت محاكاة للواقع بوسيلة ان هم يوصلوها للناس عن طريق المزيكا. زي ما قلت لك الارتجال هي مصدر الجاز. كل عازف ماسك الانسترومنت بتاعته هو بيرتجل مع نفسه، عايش فيها الدور، وكلهم بقى بيحاولوا يمشوا على ايقاع واحد على قد ما يقدروا، بس في نفس الوقت كل واحد بيفرض شخصيته على الآلة اللي هو بيعزفها. زي فيلم كده جرين بوك، لما هو في اخر سين خالص راحوا داينر صغير كده او مطعم صغير، وهو بدأ يعزف على البيانو، هو مش عارف النوتة او هما بيعزفوا ايه، فهو سمع كده فضل يسمع هما الايقاع بتاعهم، فضل بقى يقلدهم واحده واحده لحد ما هما كلهم مشوا على ايقاع واحد من غير نوتة، من غير اي تدخل، من غير ولا كلمه. بعديها بقى الجاز بدأ يخش ويأثر في انواع الموسيقى التانية بعد كده، زي الهيب هوب، الروك، السول. مؤسسين الجاز كتير قوي، اولهم بادي بولدن هو اللي عرف يعني ايه اصلا الجاز. بعد كده لويس أرمسترونج خلى موضوع الجاز يتعرف عالميا. وناس كتير قوي، يعني ناس كتير قوي اثرت في الجاز، اسامي كتير ما ينفعش احصرهم في فيديو واحد، يعني ممكن نعمل عن كل واحد فيديو لوحده. مع العلم ان اول اغنيه جاز اتسجلت ونزلت كانت في سنه 1917، وكانت الباند اللي عملت الاغنيه دي كانوا اصحابهم بشره بيضاء مش بشره سمراء. مع ذلك الناس بتقول ان هو الجاز بدأ من قبل كده، وان هو طلع على ايدين ناس افارقه اصحاب بشره سمراء. طبعا في ناس بتفهم في المزيكا احسن مني 100 مره بكتير، يعني انا لا افقه شيء في المزيكا، بس انا قلت اتكلم عن الجاز من منظوري لان انا بحب قوي النوع ده من الموسيقى، لان هو زي ما قلت لك هو حر، كل واحد بيعبر فيه عن نفسه بطريقته على حسب الآلة اللي هو بيعزفها. المين انسترومنتس من الآلات الموسيقية المهمة في الجاز الساكسفون، وانا بحب الساكسفون قوي، يعني لو هختار آلة موسيقية اعزف عليها هتبقى الساكسفون، بس طبعا يعني صعب شوية عشان هو غالي فلسه مش دلوقتي. موسيقى الجاز من كتر ما هي حرة وملهاش قيود
ما ينفعش تريلاكس عليها، يعني ما ينفعش تنام على اغنيه جاز الا بقى لو هي رتم هادي، ودي بتبقى مش اصلها قوي، او يعني مش هو ده الجاز اللي احنا نرقص عليه. يعني كده بالظبط يا لهوي زي فيلم لا لا لاند لما قالت له ان هو الجاز بيشغلوه في الاسانسير وموسيقى هاديه وزي كيني جي. وكيني جي انا بحس ان هو كيني جي حلو كل حاجه، انا بحبه جدا، بس هو مش الجاز اللي على ابوه، مش الجاز الاصلي. لان لو احنا هنبقى واقعيين، ومع احترامي الكامل لكيني جي واللي بيحبوه وانا بحبه، بس كيني جي الميوزك بتاعته بتشتغل في وقت البوفيه في الافراح، فانا حاسه ان هو ده ديسريسبكت شويه ليه. يعني هو موسيقات تتسمع هي هاديه، بس مش واحنا بناكل سندوتشات كفته. الافرو امريكانز بصراحه انا بحسهم اذكياء قوي، اذكياء قوي في ان هم بيعرفوا يعبروا صح بطريقتهم. يعني الجاز طالع من عندهم، الهيب هوب في وستايل كده معين ليهم هم بتاعهم هم. تحويل برضو القلم لفن ده مش سهل خالص، وهم شاطرين في الموضوع ده، لان هم اكتر مجتمع عانوا طول حياتهم، مش بس في امريكا، ده في دول اوروبا وحتت كتير حوالين العالم. يعني الناس دي تم اضطهادهم بأبشع الطرق اللي ممكن انت تتخيلها، وافلام كتير بتتكلم عن الموضوع ده. مش شرط بقى تبينهولك بالشكل اللي هو يعني كانوا بيتجلدوا، في افلام هتطلعهم لك كانوا ده بيحصل فيهم بجد، بس عادي. ابسط مثال مثلا فيلم جرين بوك، راجل اسمراني، شوف كميه العنصريه اللي بيواجهها رغم ان هو راجل لابس بدله وعنده سواق وبيروح حفلات وبيطلع تورز وبتاع، بس هيبين لك مدى المعاناه اللي هو كان بيعانيها. فالجاز كان من افضل الطرق ان هم يكونوا هويه ليهم ويكسروا القواعد علشان يقدروا يثبتوا وجودهم ويثبتوا نفسهم. ممكن اكون ما اتكلمتش قوي عن الجاز بالطريقه المفروض اتكلم عليه بيها، لان هو بحر كبير قوي ومليان تفاصيل كتير قوي في بدايته في الحاجات والتطورات اللي هو بقى فيها دلوقتي. بس تركيزي اكتر عن قد ايه المزيكا فعلا ممكن تجمع الناس وممكن تكونك، يعني تكون هويه ليك. الناس لما تسمع ده تقول ده المزيكا بتاعت فلان الفلاني ده اللي عمل مش عارفه ايه فيها، غير فيها حاجه، زي مايكل جاكسون كده خلق حاجه، خلق نيو ويف، فبالتالي اي حد بقى يستمد او ياخد منه اي نقطه بسيطه احنا عارفين هي اصلا منين، دي اصلا من عند مايكل جاكسون، سواء رقصه، سواء اسلوب معين في الغنى، في اختياره للالات اللي هو بيستخدمها. كون ان انت تخلق حاجه ليك وتميزك عن غيرك، سواء انت شخص لوحدك او انتوا جروب مع بعض او انتوا مجتمع كامل، دي بتفرق قوي. فهي المزيكا فعلا universal language، لغه احنا ممكن كلنا نفهمها، لغه ممكن فعلا تجمعنا كلنا، مجموعه كامله بتحب نفس الفنان المعين فتحسوا بالانتماء، هي بشكل او باخر بتخليك تنتمي. فسواء انت بتحب الجاز او لا، المزيكا في العموم او لا، هي بتفرق وبتجمع الناس. وطبعا كل جنرا بتختلف عن الجنرا التانية في المزيكا وفي اي حاجة، بس كون ان انت تعمل مزيكا تخلي مجتمع كامل يعرف يعبر عن نفسه ويتعرف والناس تسمعه، تسمع صوته، تسمع المشاكل اللي هو بيواجهها بطريقته اللي هو مطلعها، دي لوحدها تخليك يعني تفكر في مدى قوة الحاجة اللي انت بتقدمها دي. بصراحة جينا لفقرتي المفضلة، بس انا اتضح لي ان انا 3/4 الافلام اللي جت في بالي قلت ارجحها الحلقة دي انا رجحتها قبل كده، فقلت مش حاسة يعني، وعايزة اشوف فيلم ريليتد باللي انا اتكلمت عنه في الفيديو ده تحديدا. يعني جت في بالي فكرة ان انا ممكن بدل ما ارجح فيلم ارجح ألبوم، مش اغنية، ألبوم كامل انا حباه او انا حبيت، انا بحبه، انا بحب اسمعه ايا يكن بقى، سواء انت هتكون بتحب الارتست ده او لا، انا هرجحه وانت وذوقك. بما ان احنا بنتكلم عن الجاز، وانا متفاجئه يعني بصراحه، انا مش عارفه فكره الالبومات دي كانت رايحه فين عن دماغي، ومش عارفه هل في حد عاملها، يعني لو حصل حد بيعمل الموضوع ده فدي افكار تراودت مع بعض، يعني احنا انا مش قصدي اقلدك والله.
بس هي فكره حلوه فعلا. فصح الواحد لو اتزنق في فيلم يرجح ألبوم، الخدعة والمهارة. وانا بصراحة كنت هرجح ألبوم واحد، بس قلت ان شاء الله ما حد حوش، وقلت هرجح 2 ألبومز كل واحد فيهم لسيلبرتي مختلف او ارتست مختلف. اول واحد هيبقى شادي ادو. انا كنت عايزة اجيب سيرتها في الفيديو ده، بس قلت لا، انا ممكن اخلي لها حلقة لوحدها، لان انا بموت في شادي، بعشقها. كنت بقول اسمها سادي او سيد، تقول سيد قبل ما سمعت انترفيو ليها بالصدفه هي بتقول شادي، كنت حاسه ان انا في نص هدومي بصراحه. فالمهم اول البوم هيبقى شادي بروميس. الالبوم اسمه بروميس، كل البوماتها حلوه، كل اغانيها حلوه، بس انا اكتر البوم بحبه هو بروميس. وتاني واحد اكيد احنا جبنا سيرة مايكل واحنا لسه في حالة ذهول بمايكل، تاني ترجيح الألبوم لأغاني السهرة هيبقى ألبوم Invincible. وقبل ما نقول أي حاجة، Invincible مليان أغاني حلوة قوي بصراحة. الألبوم ده تحفة، وكل ألبومات وأغاني مايكل حلوة، ما فيش حاجة، بس Invincible هو القريب إلى قلبي الفترة دي، هو وثريلر بصراحة. بس let's say ان احنا هنقول Promise و Invincible لشادي ومايكل جاكسون. الاثنين دول لو كانوا عملوا مع بعض كولابريشن، يا لهوي على الدنيا اللي كانت هتولع. المهم يعني اسمعهم، اغانيهم حلوه قوي قوي قوي. شادي هاديه، مايكل العكس، مش كل اغاني هاديه. فحاولت اعمل لك ايه توازن، مش 6 7. فبس اشوفك الحلقه الجايه. stay safe. باي باي.